بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، الكلام اللي راح تسمعونه الحين المفروض أنا أتكلم عنه تقريبا من أسبوعين ثلاث، ولكن أجلت إلى أن فعلا أوصل إلى مرحلة أني أنا أكون واثق 100% من الكلام اللي راح أقوله عن طريق المعلومات والمصادر. إخواني الأفاضل، هناك مخطط خبيث وقذر لاحتلال المملكة العربية السعودية عن طريق الصهاينة، وبالتعاون مع مين؟ كوهينو، جزمة الصهاينة وممثل بما يسمى إسرائيل في منطقة الخليج والدول العربية. نعم إخواني الأفاضل، هذا كوهينو بن زايد أكبر نجس وقذر ينفذ الأجندة الصهيونية وباع نفسه. الآن كوهينو ناوي يسيطر على المملكة. طبعا الآن لعلمكم أهلنا في المملكة اللي تسمعوني الآن، هو مسيطر على القرار السياسي. الآن يبي يسيطر على القرار الاجتماعي والاقتصادي رقم واحد، لأن الصهاينة يهمهم الاقتصاد رقم واحد في حياتهم. اليهودي بطبيعته يعبد المال اخواني الافاضل. وانا قلت لكم قبل، والله اذا تتذكرون في حلقه من سنتين سويتها عن التريليونات اللي صرفوها المسلمين على شراء الاسلحه. تقريبا انا سويت كالكوليشن، يمكن والله مش متذكر، لكن تقدرون ترجعون للحلقه. المسلمين صارفين اكثر من 10 20 او 50 تريليون دولار بس على شراء الاسلحه من سنه 1970 الى الان. والله لو راحوا للصهاينه قالوا لهم هاكم 2 3 تريليون وطلعوا من فلسطين، كانوا طلعوا، لان هذول يعبدون المال. اخواني الافاضل، ركزوا معاي اهلنا في المملكه على هذه الحلقه، لان المخطط القادم خبيث وخبيث جدا. انت يا سعودي يلي قاعد تسمعني الان، انت راح تصير غريب في بلادك. واحد بيقول لي معقوله يا عبد العزيز محمد بن زايد بيبيع أهله في المملكة؟ معقولة محمد بن زايد المسلم العربي الأصيل الخليجي بيبيعنا إحنا السعوديين أهله؟ السعودي سعودي، السعودي إماراتي والإماراتي سعودي. حبيبي، إذا كان هو بدأ يبيع بلاده، بدأ الآن يجنس، يصدر قوانين للسماح للصهاينة لليهود للإسرائيليين بالتجنس انه يكون عنده جنسية إماراتية، ما راح يبيعك انت يا الغريب. انت غريب عنده اصلا. انت السعودية شنو؟ هو اصلا وكل آل سعود، ولو في واحد فيهم فعلا رجل يطلع ويتكلم، آل سعود يعرفون ان اكبر عدو للمملكة هو محمد بن زايد. وانا قلت لكم الامير نايف كان يدوسه بالجزمة. ليش؟ لأنه يعرف مخططات النجسة، يعرف أنه هو أصلا هدف السيطرة على المملكة. نعم إخواني الأفاضل، اصحوا يا أهلنا في السعودية. المخطط كالتالي: الآن بدأ بمقاطعة المنتجات التركية وحملة لمقاطعة المنتجات التركية. أنتوا عبالكم بس هو هدفه أنه يضعف تركيا؟ طبعا هذا هو هدف أساسي، لأن تركيا عبارة عن شوكة مسلمة في قلب أوروبا هذه الآن. تركيا هي الدولة العظيمة الوحيدة والكبيرة والقوية المسلمة في وين؟ في قلب أوروبا. طبعا هناك البوسنة دولة ضعيفة، هناك مقدونيا فيها تقريبا نصهم مسلمين، كوزوفو مسلمين لكن علمانيين، ألبانيا مسلمة لكن علمانية. فهم خايفين الآن رقم واحد من تركيا. فمقاطعة المنتجات التركية هدفها إضعاف تركيا رقم واحد. 2 شنو إخواني الأفاضل؟ إغراق سوق المملكة بالمنتجات الإسرائيلية. نعم إخواني الأفاضل، راح تتذكرون كلام أخوكم. والآن ترى المنتجات الإسرائيلية بدت الآن موجودة تباع في المملكة عن طريق جبل علي، عن طريق ميناء جبل علي. معظم الأشياء اللي راح مستقبلا تجيكم يا أهلنا في المملكة منتجات إسرائيلية. طيب يا عبد العزيز، يا أخي إحنا ما نتقبل صنعها في إسرائيل. لا يا حبيبي، لعلمكم الصهاينة عندهم الآن
مصانع في قبرص وفي اليونان وفي العديد من الدول وفي الهند وفي أماكن عديدة تنتج بضائع هم يملكونها، مكتوب عليها صنع في اليونان وصنع في قبرص وصنع في مدري وين، وكلها أصلا منتجات صهيونية. ولعلمكم الآن سيتم استيراد المنتجات مباشرة، اسمعوا كلام أخوكم، مباشرة من بما يسمى إسرائيل فلسطين المحتلة. المنتجات راح تروح على وين؟ على جبل علي. وفي جبل علي سيتم ختم إيش؟ صنع في الإمارات، صنع في الصين، مزورين، هذول معروفين أخواني الأفاضل. جبل علي من زمان التزوير موجود أصلا في جبل علي. دبي معروفة من زمان بالبضائع المقلدة. فكل البضائع الآن سيتم إغراق السوق السعودي ببضائع صنع في الإمارات، صنع في جبل علي، صنع في نيكاراغوا، في مدري وين، وكلها أصلا بضائع مستوردة. هذه من ضمن الاتفاقيات اللي أنغاموه عبد الله بن زايد وقعها، كلها تنص على التبادل التجاري والتبادل الاجتماعي والاقتصادي، وودني زيارة لتل أبيب واختلاط وزواج عادي، بكرة بتحصل إماراتي متزوج واحدة يهودية صهيونية، وهكذا أخواني الأفاضل. فأهلنا في السعودية أنتم مبيوعين، أنتم أصلا باعوكم هالاتفاقية. بتقول لي لا محمد بن سلمان ما طبع. حبيبي ما طبع الآن، تورا قريب راح يطبع، ولكن الاتفاقية اللي وقعوها الإمارات مع إسرائيل أكبر ضحية هي أرض الحرمين المملكة العربية السعودية. نعم أخواني الأفاضل، فراح يخزونكم اقتصاديا، بضايعكم معظمها راح تكون صنع في إسرائيل. هذا واحد. اثنين، مشروع نيوم مشروع صهيوني بتمويل يهودي درجة أولى. منطقة حرة راح يدخلونها اليهود ويفتحون فيها محلات وماركات وكل الأشياء اللي تتعلق بالمنتجات والبضائع الصهيونية. هذه الخطوة الثانية. ثلاثة، راح يدخلون الإماراتيين، تذكروا كلامي، الإماراتيين راح يدخلون ويشترون أسهم في الشركات الإماراتية بإيش؟ برؤوس أموال يهودية. راح يتحكمون تدريجيا يشتري في هالأسهم في هالشركة، بيدخل مجلس الإدارة شوي تدريجيا بيشترون أراضي إلى أن يتم التطبيع. وراح يتم قريبا يعني تطبيع ما بين المملكة مع الصهاينة. راح يبدلون مثل ما سووا الكلاب مع أهلنا في فلسطين. كثير من التجار الإماراتيين اشتروا أراضي في القدس وهذا، وفي النهاية باعوها على مين؟ على الصهاينة، تسجلت بأسماء صهاينة. أنت يا سعودي اللي تشوفني، بكرة بيجيك إماراتي يشتري أرضك ويشتري بيتك ويشتري، هو أصلا مبله بفلوس الصهاينة، وبينقلها مستقبلا باسم كوهين، باسم بنجامين، باسم مدري مين، باسم ديفيد، شمعون، ممعون. شوي راح تحصلون ان معظم اراضي المملكة ومعظم بيوت السعوديين ومعظم المصانع ومعظم الشركات المساهمة يملكونها الصهاينة. ومين اللي الغطاء في البداية؟ ناس إماراتيين. بيك واحد اسمه محمد ومرزوق ومدري مين وفلان بن فلان وقبائل إماراتية وعيلة إماراتية، لكن كلهم شغالين لمصلحة الصهاينة. تورا اخواني في السعودية. والصهاينة راح يشترون خيبر مرة ثانية، وبيطالبون تعويضات في خيبر، بيطالبون تعويضات في المدينة المنورة، شوي إلى أن يبدون يتملكون أراضي في المدينة المنورة، ويتملكون خيبر، ويتملكون هالأماكن اللي يعتبرونها تراث لهم وأشياء في دمهم. نعم إخواني الأفاضل، إلى أن يصل الحال أنك أنت يا مواطن يا سعودي ما تملك بلادك، ما تملك نفسك، ما تملك قرارك، ما تملك حاجة. كل بلادك راح يملكونها الصهاينة. وبعدين إيش راح يصير؟ راح يضمون المملكة مع الإمارات، مع دول الخليج، مع وبيسوون الدولة اللي هم يخططون لها، الدولة الإبراهيمية، وعاصمتها وين؟ أبو ظبي.
نعم عاصمتها ابو ظبي اخواني الافاضل. فرسالتي لاهلنا في المملكه، الحذر الحذر، قاعدين ياخذونكم تدريجيا تدريجيا، قاطعوا الاتراك، قاطعوا ما ادري مين، شيطنه قطر، شيطنه ما ادري وكلنا احنا شياطين، احنا كلنا شياطين. مين حمام السلام؟ مين حبايبنا؟ اسرائيل، الامارات، كوهينو بن زايد حبيب اهل المملكه، السعودي اماراتي والاماراتي سعودي. اصبروا اصبروا اخواني اللي تابع اخوكم من 2008 و2009 هالكلام هذا، والله والله يعني يا ريت لو عندي الارشيف لسمعكم مقاطع قديمه لي، ما راح تخيلون وتصدقون الكلام اللي انا كنت اقوله قبل. هذول الصهاينه اليهود ما يفكرون مثل ربعنا سنه قدام سنتين، هذول شغالين اخواني الافاضل من اكثر من 200 سنه يخططون لاحتلال العالم، ونجحوا في احتلال الاقتصاد والسيطره على امريكا والسيطره على اوروبا والسيطره على الذهب والسيطره على البنوك وكل شيء. والان عيونهم وين؟ على دول الخليج، يبون يسيطرون على كل دول الخليج. واذا سيطروا على السعوديه لا تجيني بكره تقول والله انت يا قطري وانت يا كويتي، احنا دول ضعيفه. اذا الام والشقيقه الكبرى ضاعت احنا مين فزعتنا بعدين؟ فاحنا ما راح نقدر نقول لا، فراح يسيطرون على كل دول الخليج. هم اصلا مسيطرين على مصر وناويين يحتلون هالوطن العربي كله اخواني الافاضل، ويسوون لكم الدوله اللي هم يبونها، اسرائيل العظمى. ادخلوا في جوجل اذا كانت هذه المعلومات موجوده، راح تقرون شيء يسمونه اسرائيل العظمى. العظمى هالكلمه هذه يموتون عليها الصهاينه واليهود اخواني الافاضل. وانا سويت حلقه عن مخططهم لاحتلال الامارات وبموافقه النجس، هذا باع بلاده، ما يبيعكم يا اهلنا في السعوديه، هذا باع الامارات. اخوي الفاضل، انت اذا صار نصيب في اوروبا شوف لك واحد من الشيوخ وقعد وياه، اذا في شيخ اماراتي شريف اقعد وياه واسال عن الكلام اللي انا اقول لك اياه اخواني الافاضل. شيوخ الامارات هذول اللي في دبي واللي في الشارقه واللي كلهم يعرفون عن مخططات هذا القرد النجس كوهينو بن زايد، انه يبيع الامارات ويسلمها للصهاينه ويبيع المملكه يلي انتم فرحانين يقصون عليكم بكلمه السعودي اماراتي والاماراتي سعودي. نعم احنا كشعوب كلنا نحب بعض، احنا كلنا واحد، ولكن هذا كوهينو والله جاي يبيعكم. الان انا اقول لكم تدريجيا تدريجيا راح تشوفون المنتجات الاسرائيليه تدخل بدمغه جبل علي وبدمغه صنعاء في الامارات، ويقصون عليكم بمقاطعه المنتجات التركيه ومقاطعه قطر ومقاطعه مدري وين، وقاطعوا. صرنا احنا للاسف اعدائكم، احنا صرنا اعدائكم والصهاينه صاروا حبايبكم. راح تشوفون القادم اذا تميتوا ساكتين على هذا النجس. رسالتي لآل سعود صاحب السمو والملكي الامراء، بعتوا بلادكم حق هذا البزر، حق هذا النجس، هذا الطفل اللي كل آل سعود الان يشوفوني يعرفون انه نجس جاي لاجل انه يدمر المملكه ويحولها الى علمانيه ويسلمها على طبق من ذهب الى الصهاينه. واختم واقول لكم صح هذا هو المخطط، انا نقلت لكم المخطط، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. باذن الله هذه المخططات تفشل، باذن الله سبحانه وتعالى يدمرهم. ولكن اذا تميتوا انتم ساكتين، احنا كلنا يا رب يا رب، ترى يا رب لابد حركه، لابد توكل، لابد حد يتحرك. تركتوها حق مين؟ بلادكم قاعد تنباع حق مين؟ قاعد يهدم البيوت ويهدم ويطرد الاسر من اجل تنفيذ مخططات الصهاينه. اصبروا، ان ما شفتوا مجالس الادارات كلهم اماراتيين وكلهم في النهايه راح ينقلبون الاماراتيين الى صهاينه، وانت يا سعودي بيمسكونك من رقبتك، ما تقدر تملك بلادك. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. اتمنى الرساله تكون وصلت.